الطالب بتاع ثالثه ثانوي قبل شهر 10 حاجه، وبعد شهر 10 حاجه ثانيه، وشهر 10 خلص انت في الحاجه الثانيه. انت عارف انا مدرس هو والله، في ازمه في حياتي مواجهاني اسمها التليفون ده. اقسم بالله ازمه في حياتي مضيعه لي وقت وانا مدرس. انا ما خلاص انا استقريت على حياتي، حتى لو انا ماسك التليفون فشغلي كله ان انا اتفرج ازاي اسوق لنفسي، ازاي خلاص شغلي كله مدرس. باقي لي بس حبه حاجات في الشغل شطاره. اما انت لسه ما تعرفش مستقبلك فين والتليفون دايس على وشك. انت بتسمع فيديو، بتقوم مركز في الفيديو ده، يقوم واخد تركيزك كله في الفيديو، تخلص تخش الفيديو تاني الله فتركز وتنبهر، وعاوز تخلص بعد كميه التركيز دي كلها على كل الفيديوهات سواء تيك توك سواء انستجرام وقلب الدنيا. بعدين تيجي مره واحده تقول لي انا عاوز اذاكر، فتمسك الكتاب تقوم عامل كده. بص انا هصحى الصبح الساعه 7 لا 6 اذاكر، هصحى الصبح الساعه 6 اذاكر، والمنبه يصحيه او صحيح ايه، هو لو المنبه اصلا اتكلم جنبه هيشيله ويرزعه في الحيطه، ينام للساعه 12 فيحس بتأنيب ضمير لحد ما يقابل صاحبه محمد جلال او محمد عماد. اول ما محمد عماد يقول له والله انا ما ذاكرتش انا كمان، يحس بالالفه، احنا الاثنين فشله زي بعض. الانسان كده، انت عارف لو انت في البيئه اللي حواليك دي كلها، الناس اللي حواليك كلهم شطار وانت فاشل، هتزعل على نفسك فهتذاكر. اما لو انت كلهم فشله فانت عمرك ما هتزعل ان انت فاشل، حاسس ان انت طبيعي. ما هي ثالثه ثانوي مزعله الناس كلها، يعني مش انا لوحدي، ما انا لوحدي اللي ما ذاكرتش، ما كله ما ذاكرش، فيتوهم فعله انه هيغش. يجي يبص يلاقي واحد تاني من اصحابه ركب صاروخ مذاكره اخر السنه بقى هو مجموعه في التسعينات وحموكشه واصحابه في الستينات، تلاقي الدنيا ضايعه خالص معاك. لو ما لحقتش تغير من نفسك وحياه ربنا هتبقى ندمان. يا جماعه العيال بتوع ثالثه ثانوي اللي كانوا بيصيحوا السنه اللي فاتت، اللي هم عمالين يعيطوا قلبنا حزن وقلبنا مناحه، الوقت في الكليه متمرمطين، هو نفسه في حاجه واحده بس، رجعني ثالثه ثانوي تاني اذاكر شويه. ده انا فرق بيني وبين علوم نص درجه، فرق بيني وبين طب 3 4 درجات، 3 4 درجات ب3 4 ساعات مذاكره او بيومين مذاكره او بشهر مذاكره، الدنيا كانت هتتغير خالص.